السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حصريات أهلاوي. وكالعادة قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى بركة الله نبدأ بالعناوين. الأهلي يقرر الانسحاب من صفقة الموسم ويرفض طلب كولر. ظهير الأهلي يقترب من الاحتراف في الدوري البلجيكي. الإسماعيلي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم عمر الساعي. الأهلي يطارد صفقة دفاعية جديدة لتعويض محمد عبد المنعم. نيس الفرنسي يرفع عرضه لضم محمد عبد المنعم من الأهلي. مصير مفاوضات الأهلي مع نجم باريس سان جيرمان السابق وموقف اللاعب. أول رد فعل من كولر بعد أزمة المترجم مع اللاعبين. وإليكم التفاصيل. طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ضرورة التعاقد مع بديل قوي للمالي أليو ديانج الذي رحل إلى الخلود السعودي خلال الفترة الحالية، حيث يرى كولر ضرورة إبرام التعاقد مع محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول بالنادي المجري. وفجر مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن موقف المسؤولين داخل القلعة الحمراء من التعاقد مع محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد المصدر المسؤول داخل النادي الأهلي بالفعل الأمور أغلقت تماما، ومحمد علي بن رمضان لاعب الفريق المجري أصبح خارج حساباتنا، وكولر يبحث عن البديل خلال الوقت الحالي. اقترب كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأول بالنادي الأهلي من خوض تجربة الاحتراف الأوروبي عبر فريق كورتيك البلجيكي بداية من الموسم المقبل على سبيل الإعارة. وعرض النادي البلجيكي على إدارة الأهلي استعارة كريم الدبيس لمدة موسم مقابل 200 ألف يورو للنادي الأهلي، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب مع وضع بند في العقد يتيح لنادي كورتريك البلجيكي شراء الدبيس. ووافقت إدارة المارد الأحمر من حيث المبدأ، خاصة أن الدبيس ليس ضمن أولويات مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي يصر على التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي بدلا من علي معلول المصاب في وتر أكيليس، كما أنه يعتمد على عمر كمال عبد الواحد أو كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بشكل مؤقت. والمفاوضات مستمرة بين الأهلي والنادي البلجيكي للاتفاق على المقابل المالي النهائي في حالة رغبة النادي البلجيكي في تفعيل بند أحقية الشراء، كما يرغب الأهلي في الحصول على نسبة من إعادة بيع اللاعب. والقرار النهائي بخصوص مصير اللاعب من الاحتراف في فريق كورتريك البلجيكي سيتم حسمها خلال أيام قليلة جدا. وكان كريم الدبيس قد لفت إليه الأنظار بعد تألقه مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، ومساهمته في تأهل منتخب مصر الأولمبي للعب على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة. أوضح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي موقفه من رحيل اللاعب عمر الساعي: نحن كمجلس إدارة لا يوجد لدينا أي مشكلة في الاستثمار في لاعب، كل هذه الأمور تكون على طاولة المجلس ونرى الأصلح للإسماعيلي ونفعله. لا يوجد عرض مقدم من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم عمر الساعي، نحن نفضل أن يكون عرض من خارج مصر. إياد العسقلاني المحترف في نادي روستوف الروسي يوجد شرط في عقده يمنعه من اللعب في مصر غير الإسماعيلي قبل موسمين. يسعى النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه بصفقة محلية هذا الصيف لتعويض رحيل محمد عبد المنعم الذي بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي. يتمسك محمد عبد المنعم بخطوة الرحيل عن النادي الأهلي بعد وصول عرض رسمي من جانب نيس الفرنسي للتعاقد معه، وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية. ويخوض نادي نيس مفاوضات جادة مع الأهلي للحصول على توقيع محمد عبد المنعم الذي يتبقى في عقده سنة واحدة فقط. وفتح الأهلي باب التفاوض مع زد من أجل ضم أحد المدافعين مصطفى العش أو محمد إسماعيل بعدما تمسك محمد عبد المنعم بالانتقال إلى نيس الفرنسي. وكان النادي الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع يوسف أيمن مدافع منتخب قطر ونادي الدحيل لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. ويعمل مسؤول النادي الأهلي على حسم صفقة دفاعية محلية هذا الصيف لتدعيم مركز قلب الدفاع بعد رحيل محمد عبد المنعم الذي يعد عنصرا مهما في تشكيل الفريق الأحمر.
يتمسك نادي نيس الفرنسي بالتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في ظل قناعتهم بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية، حيث رفعوا قيمة العرض المالي أكثر من مرة من أجل ضم نجم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ووصل العرض المالي المقدم من نادي نيس إلى 4 مليون دولار من أجل إقناع مسؤول النادي الأهلي بالموافقة على بيع لاعبه، بعدما كانت بداية المفاوضات بتقديم عرض بقيمة 2.5 مليون، حتى وصل العرض إلى 3 مليون دولار، وفي نهاية المطاف وصلت قيمة العرض المالي للأهلي إلى 4 مليون دولار. وطلب النادي الفرنسي دفع جزء من الصفقة والجزء الآخر على مدار 3 سنوات، وهو ما يتحفظ عليه مسؤول النادي الأهلي. ويرغب الأهلي في الحصول على 6 مليون دولار نظير الموافقة على بيع محمد عبد المنعم في الميركاتو الصيفي الجاري، بخلاف نسبة 20% من عائد بيع اللاعب لأي نادي في المستقبل. ارتبط اسم اللاعب لايفن كورزاوا ظهير أيسر باريس سان جيرمان السابق بالانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة الجارية، في ظل رغبة مارسيل كولر في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد واستمرار المنافسة على الألقاب محليا وقاريا. وأبدى الأهلي اهتمامه بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي كورزاوا نجم باريس سان جيرمان السابق لتدعيم الجبهة اليسرى في صفوفه مع بداية الموسم المقبل. والأهلي ليس الوحيد المهتم بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي السابق، إذ ينضم لقائمة يتواجد بها تورينو الإيطالي بالإضافة لعرض من الدوري التركي، وبالتحديد من نادي أيوب التركي، فضلا عن عروض من الدوري القطري. وبات كورزاوا قريبا من التواجد داخل صفوف تورينو الإيطالي بالموسم المقبل بعد العرض القوي الذي تلقاه اللاعب ورغبته في الاستمرار بالقارة العجوز. من جانبه كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن كل الأنباء التي ترددت حول تعاقد الأحمر مع كورزاوا والذي انتهى تعاقده مع فريقه باريس سان جيرمان غير منطقية، نظرا للراتب الكبير الذي يتقاضاه اللاعب ورغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية. كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن السويسري مارسيل كولر يدعم بقاء مترجمه خالد الجوادي بعد الشكاوي التي تقدمت ضده لإدارة الكرة من بعض لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية. كولر يضع ثقة كبيرة على خالد الجوادي داخل غرف ملابس الفريق، ويقوم بعمله على أكمل وجه في المهام المكلف بها. واختتم المصدر أن كولر لن يتخلى عن مترجمه الخاص خالد الجوادي، ولن يترك مارسيل كولر أي مجال في جلسته مع الإدارة لرحيله عن الفريق، وسيتمسك ببقائه ضمن الجهاز المعاون. وينتظر أن تجتمع إدارة النادي مع السويسري خلال اليومين المقبلين بعد مباراة سموحة لمناقشة شكاوي بعض اللاعبين ضد خالد الجوادي المترجم. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية أخبارنا اليوم، وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وانتظرونا في حلقات وأخبار أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.